اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي ورسولي وشفيعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ما تنسوناش بقى في دعواتكم حبايبكم. النهارده ان شاء الله نعمل كبده وسجق، بس ايه ولا كانها من العربيه بالظبط، عليها شويه تكات وحركات كده. هتدمنيها لو جربتيها بالطريقه دي. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ومتنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. بصوا انا هنا جبت السجق وبقطعه. بصي قطعيه على حسب ما انت عايزه، يعني في ناس بتحب تعمله بطوله وفي ناس بتحب تقطعه. انا بصراحه بحب اقطعه. في ناس بتقطعه اكبر من كده واصغر من كده على حسب اللي يناسبك. صلوا على النبي يا جماعه، متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايكاتكم بقى وكومنتاتكم بقى وتفعلوا معانا والنبي. بس جبتلكوا التليفون الناحيه التانية عشان تشوفوا احسن. بصوا طول ما هو متجمد كده يبقى تقطيعه احسن واسهل وما يفرطش منك. بس انا هقطع بقى الكميه اللي عندي. هو انا كنت جايبه نص بس ما عملتوش كله بصراحه، حسيت ان هو هيبقى كتير قوي علينا، لان انا وجوزي ومعايا طفلين صغيرين، فالطفلين دول يعني مش بياكلوا يعتبر. جبت بصلتين، بصله دي بصله كبيره وجايبه معاها بصله صغيره، قشرها كده بسرعه. صلوا على النبي يا جماعه عليه الصلاه والسلام. رحت بقى اغسلها وجاي غسلتها وهقطعها بقى جوانح او جوليين. ده كيس صلصة كده كنت مطلعاه عشان بعمل بس شوية مكرونة، وقعدت منه دلوقتي على السجق. بصوا قطعوها بقى كده، انا بحبها كده هو لان هو لما بيتشوح كده وبيقعد بيدوب كده وبيبقى جميل، مبيبقاش ظاهر اصلا في الاكل. في ناس بتحب تزود بصل اكتر، انا لا. بصوا انا حطيت صينية كده مدورة، حطيتها على النار وجبت شوية زيت. انا مش هحط مادة دهنية كتير لان انتوا زي ما انتوا عارفين طبعا ان السجق بينزل مواد دهنية. انا كنت بسلق شوية مكرونة. بص انا اتغبيت طبعا وحطيت الزيت على في الصينية وكان فيها مية، فبص هيطرطش بقى ازاي. طبعا انا خفت على التليفون فرجعته ورا بس مش اكتر. رجعت لكم بقى تاني هنا لما الزيت هدي شوية، نزلت عليه بقى بالسجق. كان طبعا الصينية سخنت جدا. صلوا على النبي يا جماعة واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ودوسوا لايكات بقى وكومنتات وشيروا القناة والنبي حبيبي عشان نكبر بيكم. بصي عشان الطاسة سخنة فهو اتشوح بسرعة وخد لون من تحت، شايفين؟ اهم حاجة متقلبوش السجق كتير عشان ما يفكش. وبصراحة السجق بتاعي ده كان نوعيته حلوة يعني وما فكش خالص. شايفين؟ هياخد لون كده من الناحية دي نقوم قلبينه على الناحية التانية. دي المكرونة اللي عارفاني في عيشتي دي. وخلاص كده اتشوح. شايفين؟ انا بشقلب كده واحدة واحدة شوية شوية على حسب ما بعرف يعني. بصوا انا ركنته كله على جنب وهنزل بقى بالبصلاية دي وهقعد بقى اقلب اشوح فيها كده شوية. انا هنا بنزلت بشوية زيت لان السجق بتاعي منزلش مادة دهنية كتيرة، فانا كنت محتاجة اي مادة اشوح فيها الزيت البصل قصدي. بس الحتة تولع مني دلوقتي، نصحى طول عمري الحمد لله. بصوا انا بعدت السجق عن النار عشان ما يتحرقش مني، وهيتلسع برضه بس دي بتبقى حاجة حلوة على فكرة. بتبقى ملسوع كده بيبقى طعمه جميل، بس ما اتحرقش يعني هو اتلسع. فانا هبعد الصينية اكتر عن العين. انا عايزة بس البصل اللي يبقى على النار.
يا جماعه من سوشي بس داخل عليا برد مخليني مش قادره اتنفس. هقعد اقلب بقى في البصل كده لحد ما يتشوح. شفت ان هو كده خلاص كويس قوي، فقلبته بقى مع السجق. شايفين شكله؟ عايزه اكل تاني والله، شكله شهي كده. انا رحت اجيب القوطه، شفتوا كده الصلصه، فكيته شويه خدت منه حته، بس لقيته محمرليش السجق قوي يعني، فاروح اجيب بطرمان من الصلصه وجاي من التلاجة. استنوا معايا. صلوا على النبي يا جماعه، انا رايحه اجيب بطرمان من الصلصه عبال ما يجي. صلوا على النبي كده وادعوا لنا وادعوا لحبايبكم. تسرحوا مني ولا تروحوا في اي حته، انا رايحه اجيب بطرمان من الصلصه وجاي. عايش اصل التلاجة في حته تانية غير المطبخ، فمشوار. اديني جيت، الحمد لله على السلامه. حطيت معلقه صلصه كده وهسيبها شويه على النار كده تتشوح. بصوا سيبها كده تتشوح شويه. هقولكوا بقى سر خطير في السجق، لازم تحطوا معلقه التوم الني دي، بتنقل السجق توديه في حته تانية رهيب. لازم تجربوه. زودتله بقى حبه ميه صغيرين خالص، اللي هو يدوبك يكمل سوا فيها. هو على فكره يعني هو كده مستوي، بس هو احنا بنحب يبقى مستوي 100%. بس الله شكله خطير، ولا طعمه بقى وريحته في الجنان. متنسوش اهم حاجه معلقه الثوم، توديه في حته تانية. انا حطيت ملح وفلفل. دي بقى سر تاني، الكزبره انها المطحونه دي بتنقله. دي معلقه كمون وخلاص، مش بتبله اكتر من كده لان هو بيبقى متبل بكل حاجه. بس الكزبره المطحونه والفلفل بتنقله في حته تانية. سيبكم مني انا والمكرونه. بس انا هولع كده العين الصغيره، هسيبه بس لعبال ما يتشرب بس شويه الميه اللي انا حطيتهم له، وخلاص كده يكون استوى. بس اهم حاجه يا جماعه تكايه المعلقه التوم الني دي، ما تخلوش يتحمر عشان يبقى طعمه فيه. يعني انا هعمل الكبده، جبت طاسه حطيت فيها شويه زيت، بس زيت كتير شويه يعني، ونسيبها بقى تسخن شويه حلوين. اهم حاجه يبقى الطاسه اللي هتنزلي فيها الكبده سخنه مولعه. طبعا كلنا عارفين الكبده ما بتتغسلش، فهجيبها دلوقتي انزلها. الكبده بقى حبيبه التوم، تعشق التوم. انا بصراحه بحب التوم في كل الاكل. انا هشوحه كده بس شويه. بص هو اصفر. هنزل بقى بحته الكبده، برضو ده نص كيلو بس محطوش كله برضو. على فكره انا يعتبر عملت ربع كبده وربع سجق، وعندي لسه منهم في التلاجة. او عملت اكتر من ربع كبده بصراحه، لان الكبده انا هزود عليها تاني دلوقتي، لقيتها ان هي شويه صغيرين فهزود عليها تاني. بصوا هي زادت كده. انا زودت شويه وخليتها على النار تفك شويه. هتبقى ملح وفلفل، كمون. الكبده بتعشق الكمون، تعشق الكمون كده والكزبره. الناس اللي هيقولك الفلفل بيسود الكبده، لا مش بيسود. معلقه التوم الني دي برضو من اسرار الكبده. على فكره هي الكبده كده استوت، يعني الكبده تشويحتين على النار بتبقى خلاص زي الفل. دخل حطيت يجي معلقتين كده او حاجه. لو هتاكليها على طول حطي فيها خل كده، انما لو هتسيبيها ما تحطيش فيها الخل، لان الخل لما بيقعد فيها يعني فتره طويله قبل ما تيجي تاكليه مثلا بيديها طعم مش حلو. ده عايز تطفي وتاكلي على طول، يا اما يعني تفضلي بقى مولعه نار عليها، وده اكيد هيبوظ. بصوا انا كده بقول لكم خلاص انطفيت على الكبده، وبوريكم السجق وخلاص هطفي عليه قدامكم دلوقتي. قبل ما عملت الكبده كان خلاص خلص.
بصوا بقى الشكل النهائي. ومع السلامة، مع السلامة.